السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. راح نتكلموا فيه على المباراة ديال اليوم التي ستجمع الوداد الرياضي بحفيل كوناكري الغيني ضمن الدورة التمهيدية الثانية لدوري أبطال إفريقيا. الوداد أمام مهمة لن تكون سهلة في الديار الغينية من أجل حسم التأهل من هناك قبل لقاء الإياب هنا بالمغرب. بالنسبة للممثل المغرب الثاني الجيش الملكي في دوري الأبطال، خسر الرهان أمس البارحة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف لصفر في انتظار مباراة ديال الإياب، ونتمنوا ان شاء الله جيش ملكي انه ما يتقصاش، لان لا تقصى الجيش الملكي غادي يمشي يشارك في الكونفدرالية الإفريقية في الدور الثاني مكرر من كأس الكاف. بالنسبة للنهضة الرياضية البركانية ايضا عاد بنتيجة التعادل بهدفين في كل شبكة من الديار النيجيرية، وامام فريق صراحة اللي كانت مباراة صعبة نظرا لأرضية الميدان والأمطار الغزيرة التي شهدناها في تلك المباراة. عاد بنتيجة التعادل من قلب نيجيريا. اما الفتح الرباطي ننتظر ان شاء الله بحول الله المباراه القادمه حتى هو ممثل في الكونفدراليه الافريقيه. نتمنى ان شاء الله التوفيق سواء للفتح ولبركان وكذلك للجيش الملكي وللوداد. الوداد نتكلموا على المباراه ديالو اليوم، مباراه ستكون صعبه اكيد، اول امتحان بالنسبه للمدرب عادل رمزي واول مواجهه ديالو على المستوى الافريقي. التجربه دائما تلعب دور كبير جدا، لانه عادل رمزي صراحه انا اقولها عليه ان يستعين بالخبره ديال الاسماء الكبيره المتواجده في الوداد الرياضي، سواء يحيى جبران، عطيه الله، محمد أناجم، هذه الاسماء اللي كتلعب كثير المسابقات الافريقيه وعنده واحد التجربه كبيره على المسابقات الافريقيه. نتمنى ان شاء الله بحول الله انه يكون واحد التعاون مع هاد اللاعبين والمدرب باش يخرجوا ان شاء الله بهذه المباراه الى بر الامان ويجيو بنتيجه كما نقولوا ولو على الاقل التعادل من غينيا، رغم انه الفريق ماشي شي فريق كبير، ولكن حافل كوناكري صراحه اللي في السنوات الاخيره او في الموسم الماضي يعني بان على واحد المستوى كبير، خاصه توج بها الدوري من بعد سنوات ومن بعد سنين ما توج بالدوري. كنعرفوا الفريق الغيني سبق له وان فاز بثلاث مرات بدوري ابطال افريقيا سنه 2072 وكذلك 75 و77، يعني عنده ثلاثه ديال الكؤوس على مستوى دوري الابطال. كذلك الوداد عنده ثلاثه ديال الالقاب على مستوى دوري الابطال، لكن هذاك السبعينات الفريق الغيني لم يتمكن من تحقيق الالقاب على المستوى الافريقي وكذلك حتى على المستوى المحلي في غينيا. الموسم الماضي توج باللقب، شارك في دوري الابطال، لعب الدور التمهيدي الاول، واجه جينيغاسيون فوت السنغالي، تمكن من تحقيق التاهل ليواجه الوداد، لكن تلقى صعوبه كبيره على ميدانه، تعادل 0 لمثله مع جينيغاسيون فوت السنغالي وذهب الى السنغال وعاد بنتيجه تعادل هدفين لهدف. في الانفاس الاخيره تمكن مدافع ديال كوناكري الغيني من تعديل كفه من قذيفه صاروخيه اهلت الفريق الغيني الى الدور الثاني من الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا. اليوم مواجهه مغايره، انك تواجه الوداد، وداد وصيف بطل ديال النسخه الماضيه على حساب الاهلي وبطل النسخه ما قبل الماضيه على حساب الاهلي ايضا. الوداد الرياضي بالاسماء ديالو، كذلك بالجماهير الكبيره التي تطمح من اجل ان يذهب الوداد بعيدا في هذه المسابقات الافريقيه، رغم ان البدايه ديال الوداد هذا الموسم بدايه غير موفقه انا اقولها بالنسبه لا لجماهير الوداد التي عاتبت كثيرا اداره الفريق على الانتدابات وكذلك على التكتيك والتعامل مع المباريات بالنسبه لعادل رمزي الذي يقود القلعه الحمراء في اول مهمه له صراحه مع فريق كبير في المغرب. الوداد كنعرفوا دائما كيكون حاضر في النهائيات، دائما كيكون حاضر في الادوار المتقدمه من المسابقات الافريقيه. اليوم مواجهه لا تقبل القسم على اثنين، لابد من الفوز، لابد من الانتصار، لابد من العوده بنتيجه ايجابيه، على الاقل انك تسهل عليك المأموريه في مباراه الاياب. كنعرفوا الوداد يعني في الجولتين الاولى من الدوري الاحترافي المغربي خسر لقاء على ميدانه امام الفتح الرباطي. المشكل كان كبير ديال الوداد هو مشكل دفاعي، يعني المشكل ديال الدفاع. كذلك فاز يعني على الشباب المحمديه رغم انه الاداء يعني في الجوله الثانيه ما كانش اداء كبير بالنسبه لفريق الوداد الرياضي. اليوم المواجهه الثانيه وبالنسبه المواجهه الاولى بالنسبه لعادل رمزي في المسابقات الافريقيه، انا اقولها لابد بالاستعانه بالخبره ديال يحيى جبران وكذلك عطيه الله والاسماء الكبيره في الوداد باش انه فريق الوداد الرياضي يقدر يعود بنتيجه ايجابيه، لان مهمه امام عادل رمزي ليس سهله. وقال في الندوه الصحفيه بان المهمه صعيبه وحنا عازمين على تحقيق الانتصار والعوده بنتيجه ايجابيه من الادغال
الافريقيه. حوريه كوناكري كما قلت لكم عنده 3 ديال الالقاب على مستوى دوري الابطال، يعني فاز في السبعينات في 72 و75 و77 بدوري الابطال، من ثم هو غابر، ما لا بطوله افريقيه لا دوري في غينيا، عاد الموسم الماضي وتوج بالدوري، ها هو الان يشارك في المسابقات الافريقيه. لكن لا شيء مستحيل في كره القدم، خص لابد على الوداد الرياضي انه يكون حذر، لان المشكل ديال الوداد هو مشكل دفاعي. الوداد شفنا في المباريات ديال الدوري امام الفتح وامام شباب المحمديه يعني عنده خلل دفاعي اكثر من خلل هجومي، رغم ان الهجوم كان يطالب الجماهير ديال فريق الوداد باش ينتدبوا كما نقولوا شي راس حربه يكون في المستوى، لكن بقاو على صامبو كراس حربه. كذلك جابوا الشرقي البحري ديال فريق النهضه الرياضيه البركانيه. في هذه المباراه اكيد غادي تكون مباراه، انا كنظن غادي تكون مباراه مفتوحه بين الطرفين، لان الوداد كنعرفوا لا يمكن للوداد ان يعود الى الوراء في هذه المباراه. كنظن ان الوداد غادي يمشي على اساس انه باش يولي بنتيجه ايجابيه. الفريق حوريه كوناكري المشكل اللي عنده وهو مشكل حتى هو الدفاع، يعاني بثغرات دفاعيه كبيره، وشفنا في مباراه جينيراسيون فوت السنغالي في الدور التمهيدي الاول يعني عانى على مستوى الدفاع. لكن انا كنتكلم على القوه ديال الفريق الغيني، هي القوه بالنسبه للاظهره والاجنحه ديال هذا الفريق. الاجنحه ديال هذا الفريق صراحه هي نقطه قوه ديال الفريق الغيني. لو فريق الوداد تحكم في زمام الامور بالنسبه للاظهره سواء عطيه الله وكذلك ايمن العملود، انهم كانوا حاضرين وكانوا جاهزين بدنيا وكانوا في المستوى، اكيد غادي نقطعوا كل الهجمات ديال الفريق الغيني، وغادي نتمكنوا ان شاء الله نديروا مبادره ونديروا هجمات صوب صامبو. كذلك الحيمود حتى هو نعولوا عليه انه صانع العاب يعطي كما نقولوا الحلول لخط الهجوم ديال فريق الوداد الرياضي. كذلك حمدي الهوني اللاعب الليبي الذي تعاقد مع فريق الوداد الرياضي هذا الموسم، ونجم كنعرفوا السرعه ديالو على مستوى الاجنحه. يعني فريق الوداد عنده حلول، لكن يبقى تكتيك المدرب والطريقه كيف يتعامل مع هذه المباراه. انا اقولها المشكل ديال الوداد هو مشكل في الدفاع، نتمنى ان شاء الله يكون في المستوى، نتمنى ان شاء الله هذه الفتره ديال التوقف يكون عادل رمزي، يعني حط نقاط الحروف، يعني ركز على الخلل اللي عنده في الفريق، لان ما يمكنش الاداء اللي شفناه امام فريق الفتح الرباطي وشباب محمديه انك تلعب به في دوري الابطال. شفنا الوداد يعني في النهائي ديال دوري الابطال امام الوداد عانى، ما قدمش ذاك المستوى الكبير، يعني خسر اللقب في بلاده. كنا كنتمنى انه يكون اللقب الثاني على التوالي بالنسبه للوداد هنا في المغرب. شفنا النهائيات تلعبوا هنا في المغرب، لكن هذا الموسم انك تدخل بشخصيه البطل، ليست وصيف البطل، وانما تدخل بشخصيه البطل، معولين على الوداد، معولين على الجيش الملكي انهم يمثلوا المغرب في المسابقات الافريقيه، كذلك على بركان وكذلك الفتح في المسابقات ديال الكونفدراليه الافريقيه. نتكلموا على التشكيل المحتمل لهذه المباراه. التشكيل المحتمل واضح، لان كنعرفوا الحارس المرمى ديال الوداد اللي مشى في المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي يوسف المطيع، اكيد غادي نشوفوا ان شاء الله في هذه المباراه. كذلك بالنسبه للاكس الدفاع غادي يكون ابو الفتح، كذلك ارسل زورا. بالنسبه للاظهره غادي يكون ايمن العملود، كذلك على جهه اليسرى غادي يكون الظهير عطيه الله. بالنسبه لخط الوسط اكيد العميد يحيى جبران، زكريا دراوي، كذلك حيمود صانع العاب رقم 10 غادي يكون حتى هو يساعد يحيى جبران، وكذلك زكريا الضراوري في وسط الميدان. بالنسبه للاجنحه كاين اختيارات كبيره بالنسبه لعادل رمزي في الاجنحه، كاين حمدي الهوني وكذلك محمد أناجم، انا اللي غادي نحطهم في التشكيل المتوقع. كذلك صامبو هو اللي غادي يكون راس حربه، لكن البديل ديال حمدي الهوني يقدر يكون سيف الدين بوهره. كذلك نتكلموا على منظر الحتيمي غادي يكون معوض ديال محمد أناجم. نتكلموا على الشرقي البحري راس حربه اللي كيمتاز بالاهداف بضربات الراس، يكون هو المعوض ديال صامبو المهاجم ديال فريق الوداد الرياضي. هذه التشكيله المتوقعه بالنسبه لفريق الوداد الرياضي في هذه المباراه. نتمنى ان شاء الله التوفيق. اكيد حنا كمغاربه حنا لابد علينا اننا نشجعوا الفرق المغربيه، اي فريق مغربي يكون لاعب المسابقات الافريقيه من طبيعه الحال غادي نساندوه وغادي نشجعوه وغادي نتمنوا له ان شاء الله التوفيق. اليوم اكيد من بعد ما كان القلب ديالنا البارح برتقالي وكما نقولوا وعسكري، اليوم اكيد اليوم غادي يكون كل القلوب المغاربه ستكون مع وداد الامه من اجل تحقيق الانتصار والعوده بنتيجه ايجابيه من غينيا امام فريق حافل كوناكري. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق. عادل رمزي انا اقول وعليه ان يستعين بالخبره ديال اللاعبين لقدماء فريق الرجاء الرياضي كيحيى جبران كذلك عطيه الله، عندهم خبره في المسابقات الافريقيه، عارفين الاجواء ديال افريقيا. عادل رمزي اول مباراه له على المستوى الافريقي
الى عاد بنتيجه ايجابيه اكيد الجمهور والتفاؤل غادي يكون اكثر، والمعنويه ديال الفريق غادي ترتفع، والاداء ديال الفريق غادي يتحسن مع توالي المباريات. حنا ما غاديش نحكموا على عادل رمزي من البدايه وغادي نحكموا على الوداد من البدايه، لكن مع توالي المباريات كيتحسن الاداء ديال فريق الوداد الرياضي. كنا كنشوفوا الوداد في الدور التمهيدي كان يعاني، لكن ما قبل الموسم الماضي دا اللقب امام الاهلي. يعني كل لا شيء مستحيل في كره القدم. قادر الوداد الرياضي ان يستفيق ويعود مجددا الى الاجواء الافريقيه. نتمنوا ان شاء الله كل التوفيق. اذا اخواني كان هذا هو التشكيل الرسمي، كان هذا هو التحليل ديالنا لهذه المباراه. نتمنوا ان شاء الله فريق الوداد الرياضي يحقق نتيجه ايجابيه امام حفيد كوناكري الغيني. المباراه التي ستنطلق على الساعه 5 مساء بتوقيت المغرب. المباراه ستكون منقوله تقريبا على الصفحه الرسميه يمكن ديال الوداد وكذلك ديال حفيد كوناكري الغيني، لان مشكل ديال النقل التلفزي في افريقيا هذا هو المشكل اللي كنتكلموا عليه. كتلقى معاناه كبيره. بعد امس البارحه شفنا في المباراه ديال فريق النهضه الرياضيه بركاني، يعني كنا كنبحثوا بشق الانفس اننا غير باش نشاهدوا المباراه، على غير المباريات اللي كتلعب هنايا ولا في الدول مثلا العربيه كمصر تونس الجزائر، يعني كنشوفوا النقل التلفزي كما شفنا في المباراه ديال الجيش الملكي والنجم الساحلي التونسي. هذه المباراه الاهم هو الانتصار. مثل هذه المباريات تقولها تربح ولا تلعب. نتمنى ان شاء الله بحول الله نتيجه ايجابيه للوداد والعوده الى الاجواء الافريقيه بقوه بالنسبه للفرق المغربيه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي تعليقاتكم الراي ديالكم في تشكيله الوداد والتوقعات ديالكم ايضا لنتيجه اللقاء. تحياتي لكم، ماجد يحييكم.